اليوم غادي نهضروا على الموضوع اللي مرتبط المغاربه كاملين قبل المواجهه ديال فرنسا اللي هو التحكيم. والسؤال اللي كيتكرر بزاف، شكون هو هذا الحكم؟ واش بصح غادي يكون محايد ولا غادي تبان شي تخربيقه جديده كيف دازت في 2022 و2018؟ الجدل ديال التحكيم اللي ديما كيوقع فيه المغرب وديما كنتقصاو بسبب اخطاء تحكيميه اللي كتكون بواحد الرعونه اللي كبيره بزاف. وحتى دابا الاتحاد الدولي لكره القدم مازال ما اعلنش على الحكم اللي غادي يدير المباراه ديال المغرب ضد المنتخب الفرنسي، وغالبا كيتعلن عليه قبل 48 ساعه باش يبعدوا الضغوطات من كلا الفريقين على الحكم، سواء الجمهور سواء المنتخبات. وهذا الغموض هذا كامل خلى المغاربه يشكوا وكيقولوا واش عاود ثاني غنطيحونا في السيناريو، واش عاود ثاني غيتعاود نفس الظلم التحكيمي اللي طرا لينا في 2022 و2018 وبالضبط في 2018، حيت تقصينا بواحد الرعونه تحكيميه اللي ما يمكنش. كيفاش الفار في كاس العالم مش مخدامش؟ راه لا يمكن. والحقيقه اللي خصنا نكونوا متفقين عليها كاملين، ما وصلنا لهذا الدور هذا حتى حنا بالفعل كنستحقوه من بعد ما داكشي اللي داز علينا قدام هولندا، موراها كندا ربحنا بثلاثيه واللي كان اداء مشرف، ولكن في الميطه الثانيه فقط. واخا كنت كنقول انايا وهبي خدم معاهم بواحد الاستراتيجيه اللي واعره بزاف، خلاهم يطمعوا وخلاهم يبريسيو بزاف ويحسوا بلي راه واخدين الماتش، حتى كتقلب لهم في الميطه الثانيه وكياكلهم واحد الماكله اللي ما يمكنش. وهبي خدام بواحد استراتيجيه وواحد تكنيك اللي واعر بزاف، وصراحه وليت كنحتارمو بزاف، عكس كما كنا كنقولوا الركراكي خاصو يبقى. ولكن دابا وهبي ورانا كيفاش كتلعب كره، كيفاش كيكونوا لي شونجمون. تخيل معايا وقت ما دار شي شونجمون ما كيديرها حتى كيطرا تغيير في الماتش، يا يماركيو اللعابه يا ينتقلبوا في الماتش. مهم التغييرات ديالو كيكونوا مضبوطين وفي الوقت وعندهم هدف. صراحه تحيه كبيره للوهبي والمساعد ديالو، صراحه راه داكشي زوين واللي كيقدموا للمنتخب ديالنا في كاس العالم في ميريكان شي حاجه اللي واعره بزاف. خصينا هولندا اللي كانوا من المرشحين الاوائل لهذه البطوله هذه، دزنا لكندا غلبنا بثلاثيه. صراحه ما عندي من نقول، ماتشات كانوا في المستوى، بسطنا فرحنا ضحكنا مع المنتخب ونتمناو هذه الفرحه تكمل وندوزو حتى فرنسا. نرجعوا للموضوع ديالنا الا وهو التحكيم. الماتش ديال المنتخب الفرنسي ضد المنتخب ديالنا، الرعونه التحكيميه اللي كانت في هذا الماتش راه لا يمكن. وكلكم عاقلين على اللقطه اللي خدا فيها بوفال صفرة. تخيل معايا واش الكاري دي زويت ديال فرنسا غيضربك لاعب ديال فرنسا وانت واقف وتاخذ صفرة؟ راه لا يمكن. لو واحد الرعونه وتحكيميه وقعنا فيها في 2022 راه لا يمكن. ولكن ما استغربناش، حيت باش تكون منتخب ما مصنفش عطينك 0.1% انك غير دوز وتوصل نصف نهائي تولي من الربعه الاخرين في كاس العالم، راه لا يمكن. راه حتى واحد ما كيتوقع هادشي. باش نكونوا متفقين عليها، راه كنا حنايا هو الحصان الاسود ديال كاس العالم ديك الساعه، باش نكونوا متفقين. وكيف عارفين السياسه دخلت في كره وتحسم الماتش للمنتخب الفرنسي ب2-0 ودازوا للفينال قدام الارجنتين. وابار السياسه، المنح اللي كتكون في كاس العالم قادة تحل لك مشاكل مع اللعابه مع الطاقم التقني، ولكن حتى حنايا كانوا عندنا غيابات واصابات، وحتى تراكم ديال البطاقات الصفراء اللي خلاو بزاف ديال اللعابه ما يلعبوش نصف نهائي كاس العالم ديك الساعه قدام فرنسا. دونك كانت في يد الله، لعبنا داك الماتش، كان اداء زوين مشرف، فرحنا وخا خسرنا ماشي مشكل. ولكن دابا رجع وقت الريفنج اللي هو وقت الانتقام. 2026 جاتنا فرصه جديده باش نردوا الصرف لفرنسا اللي قصاتنا من نصف نهائي كاس العالم 2022 في قطر. حنا غنتلاقاو دابا في الربع في ميريكان، وديك الساعه غادي نشوفوا شكون اللي غادي يبيع الاخر. وكنتمناو تكون مباراه عادله، يدوز المنتخب اللي يستحق يدوز. انا ماشي كنخدم بعاطفه ولا شي حاجه، شي فرنسا لعبت علينا كره اداء ونتيجه بصحه تدوز. ولكن المشكل فين كاين هو انك تدور كره، يكون عندك استحواذ على الكره، تماركي، دير بزاف ديال المحاولات، في الاخر تقصى بسبب التحكيم. انا ما كنتش كتقصى بسبب ان مبابي ماركي هاتريك
ولا دوي باركورا ديمبيلي، هادشي عارفينهم لعابه واعرين، والطوب ديال اللعابه اللي مجموعين من فرنسا، من الوسط للدفاع للهجوم، هادشي عارفينه. ولكن حتى حنا عندنا الطوب ديال اللعابه اللي من احسن اللعابه حتى في لي بوزيسيون ديالهم، بحال حكيمي راه بلا ما ندويو عليه راه احسن ظهير من القدام، غادي يولي احسن ظهير في التاريخ ديال الكره باش نكونوا متفقين على هادي. عندنا مزراوي كيلعب في اليونايتد، عندنا ديوب كيلعب في فولهام، عندنا العيناوي كيلعب في روما، عندنا تبارك الله لعابه. سيباري اللي يلاه تحول دابا لباير ميونخ، وتخيل معايا نتايا واخا خرج باصابه في الماتش اللي فات، ما عرفناش واش فوت تكنيك واش عمدا وبي قال لي تصعب ولا شي حاجه بحال هكا باش يخرج باش نوجدوه الماتش ديال فرنسا، ولا كانت بصح اصابه. ونتمنوا خير، حيت في الاخر فاش دزنا المنتخب الكندي ما بان لا بعكاكاز لا والو، كان كيتمشى فرحان مع الدراري. دونك نتمنوا ما تكونش اصابه خطيره على سيباري، حيت صراحه لعاب بان بواحد المستوى اخر في كاس العالم. كنا ننتقدوه في كاس افريقيا حيت كان كيزقل بزاف. قبل كاس افريقيا الماتشات الوديين كنا كنتقدوه بزاف حيت ما عندوش واحد الفينيش، وكنا كنرجعوه للركراكي حيت ما كانش كيعرف يوظفو. مع وهبي بان حسن باش حطوا عطاكم كمهاجم وهني بان حسن بزاف. وصراحه راه فرنسا ما كان عندها شي منتخب اللي صعيب بزاف، حيت المجموعه ديالها كانت فيها النرويج، العراق، السنغال، دازت منها بابي الضحك. تلاقاو موراها مع السويد، اللي السويد كانت ميته ديال بصح، فرقه عندها عيان واخا عندها ايزاك وعندها جيوكيريس، ولكن ماشي مستوى ضد شي حاجه اللي واعره. موراها تلاقاو مع الباراغواي شداتها مع حنيتها، واخا كان فرنسا شاده استحواذ، ولكن كل من البيلانتي كنظن انا بعدا كندوزو البيلانتيات فرنسا غتقصى يدور لها بحال المانيا باش نكونوا متفقين. دونك راه فرنسا جايه من ماتشات اللي ساهلين، ما كان عندها شي تشالنج اللي صعيب بزاف بحالنا حنايا اللي دزنا من هولندا. تخيل معايا تربح هولندا راه شي حاجه اللي طوب باش نكونوا متفقين. هولندا فرقه كبيره فيها لعابه واعرين، لا عندها لعابه واعرين سواء في بريمير ليغ سواء في لا ليغا سواء في يمكن عندها شي لعابه في الطاليان. مهم فرقه واعره ونقيه زعما لا الديفونس لا الميليو لا لاتاكون، تبارك الله. ولكن الحمد لله دزنا. عيسى ديوب عتقنا واحد العتقه اللي لا يمكن في داك الماتش صراحه، دار زوينه. السارجان عيسى الله يخليه لينا ويطولنا في عمره. المهم والله الا كانوا ماتشات زوينين. كندا كانت غير ابريكول. دابا الماتش الحاسم ضد فرنسا، نتمنوا الخير، وكنتمنى تخلوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم في الماتش الجاي، وان شاء الله ما يكون غير الخير. نتأهلوا نصف النهائي ونفرحوا مجموعين. اليوم غنعرفوا شكون غيتلاقى معانا الا دزنا النصف النهائي، نتلاقاو مع صاحب البرتغال ولا سبين. دونك نتمنوا خير، نتمنوا نتلاقاو عاوتاني مع البرتغال، نقصيو رونالدو الا ما قصاوش لامين يامال واحبابه. المهم نتمنوا الخير. كان معكم سروقي والسلام عليكم.